مساء الخير انت وهي. انا خالتكم شلبية. هقول كلمتين وماشي، مش هطول عليكم. عايزة اقول لكم بلاش تثقوا في الناس كلها. حبوا الكل، حبوا كل الناس زي ما ربنا قال، لكن ما تثقوش في حد غير اقرب القريب، ولو حسيتوا انه مش محل ثقة ما تثقش فيه. تاني حاجة عايزة اقولها لكم، ما تدخلش نفسك في مشاكل الناس اللي هي بعيدة عنك، حتى لو من باب انك تساعد او ان انت عايز تعمل خير او عايز تصلح، وطول ما يخصكش ما تدخلش نفسك غير من بعيد، او دخل ناس كبيرة تفهم لو تحتم الامر ان ياخدوا رأيك وعن تجربة. حتى لو انت ساعدت بنية صافية وقلت لا هعمل خير وفرحان انك هتعمل خير، صدقني يا ولدي هتلاقي نفسك واقع في مصايب، مش بس مشكلة صغيرة، لا مشاكل كثيرة ومصايب كثيرة، وكل اللي فيهم هيتحط فيك يا ولدي. وقتها هتلاقي نفسك متحاوط بالمشاكل ومش عارف تخرج نفسك مني، وكل ذنبك وكل عيبك انك حاولت تساعد. خليك في ذنوبك ومشاكلك وكفاية عليك نفسك. حاجة تالتة كمان عايزة اقولها لكم، لما يتقال عليكم كلام واعر وكله ظلم وكله افتراء، وانتوا ما عملتوش حاجة من كل الكلام ده ومظلومين، وتلاقوا الناس اللي ظلمتكم هي اكتر الناس اللي انتوا قدمتوا لها الخير ووقفتوا جنبيهم، ما تزعلوش. اصلك ربنا ما يرضاش بالظلم، وكمان شايف ومطلع وعارف مين اللي قال ومين اللي عاد ومين الظالم ومين المظلوم. بس كمان الشدة دي هتبين لك مين الصاحب الجدع، ومين اللي واقف جنبك، ومين اللي رد غيبتك، ومين اللي صدق فيك الكلام علشان عايز يصدق. هتلاقوا فيه ناس حابة تسمع علشان مش عارفة توصلك ولا انت عطيلها حدود تكلمك، وفيه ناس تتمنى تقول الكلام زي البغبغان وتردده وتقولوا هنه وهنه وهنه، وهي ما خبراش اصلا مصدره كيف ومصدره فين، بس عايزة تكسب بنت وخلاص وسط الليلة ووسط الزيطة والدوشة. وتلاقي كمان صاحب الجدع اليوم ما يسمع عنك كلمة لأنه خابرك زين هيقول لا واستحالة أصدق في أخوي، ويدافع عنك ويرد غيبتك حتى لو من غير ما تعرف. ده يرسلوا لك ربنا ويبعت لك ملاك يدافع عنك. الصديق اللي زيك دي امسك فيه بيديك واسنانك، لأنك صعب تلاقيه في الأيام دي، أيام كلها شر وأيام كلها صعبة، بقاش فيه حد بيحب حد، كله بيغير من كله، وكله بيظلم ويفترى على غيره، وكله بيغير ويحقد على الناجح وعلى الكويس وعلى المحبوب من غير سبب، وبقينا غابة مش بني آدمين. لكن البابا شنودة قال اللي يحطك في دماغه حطه انت في صلاتك، مهما كان الشخص ده تعبك وشروره محوطاك ومدمراك، مفيش حاجة مستحيلة عند ربنا، قادر يغيره. واطلب بقوة، لأن التسامح والمحبة عايزة قوة من عند ربنا مش من عندك انت. سهل قوي انك ترد الشر بالشر، اياك ترد الشر بالشر. ارمي ذنوبك على ربنا، لانها وقت ما تظلم او على الاقل ترد الظلم عنك وتقابل الشر بالشر ما تبقاش فرقت عنه حاجة. احنا بنطلب من ربنا يغفر لينا عشان نقدر نغفر لغيرنا. اغفر، سامح، وصلي كتير عشان ربنا يديك القوة دي، لانها مش سهلة زي ما قلت لكم. الشر ما فيش اسهل مني، ولكن عواقبه صعبة ومصيره هلاك. وجاي انت عايز ترد له الشر بالشر، يتوب قبليك ويوصل للسما قبليك، وانت تقعد تموت في خطيتك، خطية الغيظ والانتقام. حتى لو انت مظلوم وسبت نفسك للانتقام والزعل والغيظ والكره، هتلاقي نفسك انت اللي بقيت ظالم نفسك انك تحرمها من السلام. المحبة والتسامح بيخلي جوانا سلام، مش عشان الشخص ده يستاهل نسامحه او لا، احنا بنعمل بالوصية سامح عشان انت اللي ترتاح، مش عشان هو يستحق او لا. خليك زي سيدك اللي اتصلب عشانك وغفر. كلام كتير والنصايح كتير، كفاية عليك تقعدوا بالعافية. كانت معاكم شلبية المفترية. سلام يا اخواتي الحلوين.